السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية حلم اللب في المنام لابن سيرين. وبترمز رؤية البذور أو اللب على الهموم من جهة الأولاد أو الحيرة في أمرهم، وربما دلت على القيل والقال والشائعات. وتفسير أكل بذور عباد الشمس أو اللب في المنام. قال ابن شاهين: بذور عباد الشمس في الحلم بتدل على حصول الرائي على رزق كثير، كما بتدل رؤية بذور عباد الشمس في المنام على زواج الرائي من امرأة أجنبية. بترمز بذور عباد الشمس في الحلم إلى ربح الرائي من تجارة يخطط لها. يبقى رؤية اللب أو بذور عباد الشمس في الحلم بتدل على كثرة المال والسعادة له. ومن رأى بذور عباد الشمس قليلة في المنام دليل على مال قليل قد يجنيه من عمل ما. وبتدل رؤية إعطاء بذور عباد الشمس لشخص في الحلم على إصابة هذا الشخص بمرض أو هم. بتدل رؤية أخذ بذور عباد الشمس في المنام على وعود كاذبة وكلام بلا فائدة. بتدل رؤية أكل البذور أو اللب في الحلم على فرج أو فرح وغنى للرائي. وأكل بذور عباد الشمس في المنام بترمز إلى غيبة الناس وكثرة الكلام والمشاركة في الأحاديث، كما بتشير رؤية أكل بذور اللب السوري النية في المنام على استعجال الرائي في الحصول على رزقه أو ولادة طفل قبل أوانه. وربما دلت رؤية أكل بذور عباد الشمس على تعرض الرائي للأذى من الشائعات والأقاويل. بيرمز طعم بذر عباد الشمس الحلو في الحلم للنفع والرزق للرائي، وإن كان طعمه مر في المنام فهو مرض للرائي وتدهور الصحة. وإن كان طعم عباد الشمس حامضا فهو مال من مصدر مشبوه. واللب السوري المالح في الحلم هو مال قليل من مصدر مشبوه. أما رؤية الميت يأكل بذور عباد الشمس في الحلم بتدل على تحذير الرائي من اتباع الفتنة والنميمة. ومن رأى أنه يعطي بذور عباد الشمس للميت في المنام فهو لا يقول قولا مفيدا أو تذهب نصائحه إدراج الرياح. وإعطاء الميت بذور عباد الشمس في الحلم بتدل على التجارة الخاسرة أو وضع السر في غير موضعه. أما أكل بذور عباد الشمس مع الميت في الحلم دليل على الشوق للميت أو ذكره بين الناس سواء بالخير أو الشر. ومن رأى الميت يعطيه عباد الشمس في الحلم فهو يتبع سيرة الميت وصفاته أو يحصل على منفعة من أهل الميت. أما رؤية قشر بذور عباد الشمس في المنام بتدل على المتاعب في الحياة. أكل قشر بذور عباد الشمس في الحلم بتشير إلى العمل الذي لا يجني منه الرائي أي منفعة. كما بيدل حلم تأشير بذور دوار الشمس على كشف أمر مستور. تأشير بذور عباد الشمس دون أكلها في المنام جهد دون منفعة. وقيل قشور عباد الشمس في الحلم بتشير إلى التسرع وعدم التعمق في الأمور. أما إعطاء قشر بذر عباد الشمس لشخص في المنام بتدل على بخل الرائي وعدم إخراج الصدقات أو إعطاء معلومات مضللة. رمي الفتنة بين الناس. ورؤية رمي قشر بذر عباد الشمس في الحلم دليل على تخلص الرائي من بعض الأشخاص المنافقين الذين من حوله. رؤية بلع قشر بذور عباد الشمس في المنام بتشير إلى إنفاق المال على الملذات وعدم انتفاع الرائي منها. أكل بذر عباد الشمس مع القشور في الحلم دليل على تجارة ومال لن يدوم طويل. تدل رؤية تنظيف قشر عباد الشمس من الأرض في المنام على حماية الأهل من مكروه قد يصيبهم وإبعاد الأذى عنهم. بذور عباد الشمس في حديقة المنزل في الحلم بتدل على جماع الزوجة تربية الأولاد. بتشير زراعة بذور عباد الشمس في البستان في الحلم على تربية الأولاد على الأخلاق والطاعة، أو ترمز للحمل إن كان الرأي ينتظر حملا، والله أعلم. وقد ترمز رؤية زراعة بذور عباد الشمس في أرض ليست للرأي في المنام إلى الزنا ونصر بذور عباد الشمس بقصد الزراعة في الحلم. وإن نبتت دلت على الولد الصالح البار، وإن لم تنبت أصاب الرأي الهم والحزن. وبتشير رؤية نصر بذور عباد الشمس في الحلم على نشر الشائعات. رؤية بذور عباد الشمس أو اللب في الحلم للعزباء بتدل على زواجها القريب من شخص يسعدها. وكثرة البذور في حلم العزباء بتدل على مال وفير تجنيه من عمل ما. وأخذ بذور عباد الشمس في المنام للعزباء بيدل على تناقل الأخبار أو المشاركة في النميمة. كذلك أعطاء اللب السوري في الحلم للعزباء
تفسير رؤية أكل بذور العباد الشمس في المنام للعزباء بتدل على إنها تغتاب الآخرين وتلاحقهم في عيوبهم. وبتشير رؤية أكل بذر عباد الشمس غير الناضج في الحلم للعزباء على رغبتها الكبيرة في الارتباط بسرعة من شخص ما لا تعرفه جيدا. أما قشر بذور عباد الشمس في المنام للعزباء بتدل على تعبها وعدم راحتها النفسية والمادية. تقشير بذور عباد الشمس في الحلم للعزباء دليل على كشفها خداع بعض الأشخاص من حولها. كما بتدل رؤية أكل قشور عباد الشمس في المنام للعزباء على عملها لشيء لا يجنى منه أي منفعة خالص، أو وقوعها ضحية للأخبار الزائفة والوعود الكاذبة. بتدل رؤية بستان عباد الشمس في المنام للعزباء على التزامها بالطاعات والشريعة. وزراعة بذور عباد الشمس في المنام للعزباء بتدل على الزيادة في نجاحها. وحصاد عباد الشمس في الحلم للعزباء بيدل على هداية لها من الله عز وجل. وتدل رؤية بذور عباد الشمس في المنام للمتزوجة على حملها القريب مولود قد طال انتظاره. وأكل بذور عباد الشمس في المنام للمرأة المتزوجة بتدل على التكلم بعيوب الآخرين وعدم ذكر محاسنهم. أما أكل بذور عباد الشمس غير الناضجة في الحلم بتدل على سرعتها باتخاذ قرارات ممكن أن تندم عليها لاحقا. بتشير رؤية أكل قشور عباد الشمس في الحلم المتزوجة على جهودها الكبيرة لتحسين حياتها ولكنها لا تنجح في ذلك. وتشير رؤية بستان عباد الشمس في المنام للمتزوجة على تربية أولادها على الطاعات وحب الخير للناس. ورؤية أكل بذور عباد الشمس في المنام للمرأة الحامل بتدل على الانتظار الصعب حتى نهاية الحمل. أكل بذور عباد الشمس غير الناضجة في الحلم للحامل على عجلتها وشوقها لرؤية مولودها. وبتشير رؤية أكل بذور عباد الشمس في المنام للمطلقة على الغيبة والنميمة. وتقشير بذور عباد الشمس في المنام للمطلقة بتشير على معرفتها السبب في طلاقها وتعستها، والله أعلم. رؤية اللب في المنام بيدل على انتهاء الهموم والمشاكل التي كان الشخص يعاني منها منذ فترة طويلة، فضلا عن أنها بتشير إلى سعة الرزق وتحقيق الأحلام والأماني والأهداف التي يسعى إليها الرائي منذ فترة طويلة. بتشير رؤية اللب في المنام وفقا لمفسري الأحلام بتشير إلى أن الحياة القادمة للرائي ستكون أكثر متعة واستقرار وهدوء من أيامه القادمة في العديد من الجوانب الحياتية الخاصة به. طيب، لو رأى الشخص كميات كبيرة من اللب فإن رؤيته بتشير إلى المال الكثير الذي سيجمعه الرائي في الفترة القادمة وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في حياته العملية. ومرة أنه يأكل كميات كبيرة من اللب في وقت واحد بتشير إلى اقتراب دخول صاحب الرؤية في علاقة عاطفية جديدة أو اقتراب زواج الأعزب. ولكن مرة أنه يرغب في أن يشتري اللب ولكنه لا يملك المال الكافي لفعل ذلك، فإن رؤيته بتشير إلى تعرض هذا الشخص لبعض الأزمات والمشاكل في حياته. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.